أعلن وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمر غول اليوم خلال زيارة التفقد بالعاصمة عن استلام 50,000 سرير جديد بالولاية على المدى القريب عبر مختلف المشاريع التي هي حاليا في طور الإنجاز، ما سيسمح حسب الوزير بتوفير ما يزيد عن 30,000 منصب شغل جديد. كما أكد غول خلال إشرافه على معاينة الحظيرة الوطنية بالرياح الكبرى على ضرورة استغلال المرفق بالطريقة الأمثل وتوفير كافة الخدمات ووسائل الراحة أمام العائلات الجزائرية. 50,000 سرير هذه التي سوف تتحقق في العاصمة إن شاء الله سوف توفر لنا ما لا يقل عن 30,000 منصب شغل، وهذا أمر هام جدا. ضيف إلى ذلك كل هذه المجمعات أو المركبات السياحية المسجلة في العاصمة نعني بها كأولوية العناية بالعائلة الجزائرية. حظيرة الرياح الكبرى الموجودة بالعاصمة 1059 إكتار ستكون كلها مهيئة لتكون مساحة خضراء، لتكون فضاء نزهة، فضاء سياحة، فضاء ترفيه، سيهيأ ويعد للعائلة الجزائرية.